إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة التي كانت تسود على هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن شهر رمضان قد ذهب وانقضى. إن هذا الشهر الكريم المبارك قد تنافس فيه المتنافسون، وتسابق فيه المتسابقون، وصام فيه الصائمون، وصلى فيه المصلون، وتصدق فيه المتصدقون، واعتكف في أواخره المعتكفون، وأحسن فيه المحسنون، وتاب إلى الله عز وجل فيه التائبون. تركوا كثيرا من المحرمات والذنوب والمعاصي. هذا الشهر الكريم المبارك كم من عيون فيه دمعت، وكم من جباه فيه سجدت، وكم من نفوس فيه تابت ورجعت إلى ربها سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هل ذهبت هذه الأعمال بذهاب هذا الشهر الكريم المبارك؟ إن المسلم لا يذهب عمله بموسم من المواسم، بل يواصل في هذا الخير وفي هذا البناء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت عند جماعة من المفسرين. وسمي الموت يقينا لأنه موقن به. واعبد ربك يا محمد حتى يأتي وعد الله عز وجل، فقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم شرع ربه وأمر ربه، فقد بلغ البلاغ المبين حتى توفاه الله عز وجل. فعلينا أن نمتثل أمر ربنا وشرع ربنا، ونعبد الله عز وجل حتى يتوفانا الله عز وجل. أيها المسلمون، لا يكون حالنا كحال هذه المرأة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذه امرأة كانت هي وجواريها تصنع الغزل وتتقنه وتحكمه، ثم في آخر النهار تقوم بنقض هذا، فلا يكون حالنا كحالها.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا يكون حالنا من القوة والنشاط إلى الضعف والفتور والعياذ بالله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذه الآية فيها أقوال كثيرة. قال مكي في الهداية: إن هذه الآية نزلت على قوم من أتباع عيسى عليه السلام حينما شددوا على أنفسهم في العبادة وابتدعوا هذه العبادة وهذه الرهبانية التي لم يفرضها الله عز وجل عليهم، وأرادوا منها رضوان الله عز وجل فما رعوها، فلم يرعوها ولم يحافظوا عليها ولم يستمروا عليها، فذمهم الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها. قال بعض العلماء: إذا كان الله عز وجل ذم هؤلاء القوم الذين لم يحافظوا على هذه العبادة التي لم يكتبها الله عز وجل، فكيف بمن ضيع وترك ما أوجب الله عز وجل عليه؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: أنهم استقاموا على طاعة الله عز وجل عهدا وقولا وعملا، واستمروا واستداموا على هذه الطاعة حتى توفاهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمنا أحياء على هذه الأرض علينا أن نستمر في طاعة الله عز وجل وفي هذا الخير، ولا نكون نعبد الله عز وجل في بعض الشهور وفي بعض المواسم، لأن رب رمضان هو رب جميع الشهور كلها. سئل بشر الحافي عن قوم لا يصلون أو لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، فقال: بئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. باع الحسن بن صالح جارية له إلى قوم، فلما انتصف الليل قامت تنادي القوم: الصلاة الصلاة، فرددت مرارا: الصلاة الصلاة، أي قيام الليل، فلم يردوا عليها، فقالت: ردوني، قد بعتوني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة. ردوني، بعتوني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة. وذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه عن أناس أنهم باعوا جارية لهم لأناس، فرأتهم يتجهزون ويستعدون لرمضان، فسألت عنهم: لماذا تتجهزون ولماذا تستعدون؟ قالوا: نستعد لرمضان. قالت لهم: وما تصومون إلا رمضان؟ قالوا: نعم. فقالت: ردوني إلى قوم، فقد كنت عند قوم كل أيامهم وزمانهم رمضان، أي أنهم كانوا يكثرون من النوافل ومن الطاعات غير الفرائض. يا ترى هاتان الجاريتان إذا كانت في حالنا وفي زماننا هذا ورأت الحرائر من الرجال والحرائر من النساء لا يحافظ كثير منهم على هذه المكتوبات، فكيف بالنوافل؟
هؤلاء الجاريتان تعيبان على قوم لا يحافظون على النوافل، فكيف بقوم لا يحافظون على هذه المكتوبات؟ فماذا ستقول وماذا ستعمل؟ ستموت كمدا على هؤلاء القوم. لمثل هذا فليبط القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: آمنت بالله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله قولا وفعلا وعملا، ثم استقم على طاعة الله عز وجل وعلى هذا الخير وعلى هذه الأعمال الصالحة حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. استقم على الصلاة واستمر عليها، استقم على الزكاة واستمر عليها، استقم على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى التوبة والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستمر عليها حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قلت. روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: فضيلة المداومة على الأعمال الصالحة وأن القليل منها أفضل من الكثير المنقطع. قال أن القليل من هذه الأعمال تدوم فيه الطاعة والمراقبة والإخلاص لله عز وجل، والإخلاص لله عز وجل. أيها المسلمون، حافظوا على أعمالكم الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الرجل سترا له، ولكن يجب على الشخص أو ينبغي على الشخص أن يحافظ على أعماله الصالحة ولا يتركها لأي عمل إلا إذا كان في مرض أو في أمر اضطراري فيقوم به على قدر الاستطاعة، فيقوم بها على قدر استطاعته. أيها المسلمون، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم مداوما وثابتا على أعماله الصالحة. روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي إذا عمل عملا أثبته. فلنكن محافظين على هذه الأعمال، ولنكن قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنكن محافظين على أعمالنا الصالحة والتي كنا نعيشها في رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. جاء عن أم سلمة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن بعض من الصحابة قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يثبته على هذا الدين وعلى هذا الخير وعلى هذه الأعمال الصالحة. فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أراك يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب أو إن القلب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، إن أشاء قامه وإن أشاء أزاغه. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء، وأن نكثر من هذا الدعاء أن يثبتنا الله عز وجل على هذا الدين وعلى هذا الخير وعلى هذه الأعمال الصالحة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نافعا، فقال: يا شداد، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الدعوات أو هذه الكلمات، ومنها: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الدين مداره على هذين الأصلين، العزيمة والثبات. فالدين مداره على هذان الأصلين، العزيمة والثبات، وهما المذكوران في الحديث. أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات وانتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي دائم لا يموت. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور. قال الإمام السندي رحمة الله عليه: والكور لف العمامة وجمعها، والحور نقضها. الكور لف العمامة وجمعها، والحور نقضها. والمعنى الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها، من فساد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها. والحور هو الرجوع عن الخير والنقصان بعد الكمال، والضعف بعد القوة، والعجز والقوة بعد النشاط. فإياك أيها العبد المسلم أن ترجع إلى الوراء وأن ترجع إلى القهقراء بعد أن تقدمت في الخير والصلاح، فكن محافظا على صلاتك وعلى أعمالك الصالحة حتى تلقى الله عز وجل. إن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا حب قوما استعمله، أو إذا حب عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه، يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. علينا أن نصدق مع الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأخذل أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان المعتدين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لإخوان المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات التائبين منهم والتائبات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكتب الصحة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا عما ساعا غدقا مقللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اصلح العباد وارحم العباد وحي بلدك الميت يا رب العالمين. إن عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.